انا هتجوز واقعد في البيت. ايه يا ست، هو انت كل ما هتزهقي من الشغل شويه هتقولي اتجوز واقعد في البيت؟ انا لو سالتني يا عم انا عايز ارجع طفل صغير، رايح لربنا، انت رايح لربنا، انت عايز تقوم ونفسك عمال تقول لك ايه، لا كمان 5 ويح البطانيه، الدنيا ساقعه بره البطانيه، واخد بالك؟ والناس تشير عليا تقول اهو فلان ابن فلان. زي ما انا بقول دايما، اللي بيصيح اللي مش عارف هو قاعد هنا بيعمل ايه. يعني في جمله كده كنت لسه بتناقش فيها مع حد حبيبي، فايه بنتكلم في موضوع الشغل، فبيقول لي بس انا مش عايز وانا مش حاسس. فانا بقول له بس انا سالت عن حاجه واحده، ما هدفك من عملك؟ يعني ايه هدفك؟ فانت لما تبص على هدفك من عملك قالت لك هو ولا حاجه. يعني في واحده قاعده ورا الكاميرا هنا بتقول ولا حاجه. انا بحكي لكم اللي بيحصل. طول ما انت هدفك من عملك ولا حاجه مش هيبقى في شغف، مستحيل يبقى في شغف. يعني انا سؤال، ايه اللي يقومني انا كل يوم اصحى من النوم وارمي كده الغطا في الحبه؟ عارف انت كمان الحبه اللي بتقوم فيهم من النوم دول في مقاومه كده، انت عايز تقوم ونفسك عمال تقول لك ايه، لا كمان 5 لا كمان 5، وتقعد تعمل كده ويح البطانيه، الدنيا ساقعه بره البطانيه، واخد بالك؟ فانت في اللحظات دي كل حاجه ضدك مش عايزه تخليك تقوم، وانت عايز تقوم. ولذلك احنا بقى بنقول ايه اللي بيخلي الواحد يستيقظ كده، ايه اللي يتنفض يقوم؟ هنا في هدف. لا مش في هدف، في شويه اهداف مرسومه حواليك. طول ما الاهداف دي واضحه ومحدده وانت بتشتغل، يعني هتلاقي نفسك بتقتحم صعاب انت لم تكن تظن يوما من الايام ان انت ممكن تعملها، وان لا مستحيل ان انا اعمل كده، مش ممكن يا جدعان، ده انا عارف نفسي. الا ان مع وجود هذه الاراده وهذا الهدف المستمر اللي انت عمال تطارده، ما هو في هدف يا جماعه. ويا حبذا بقى لما تكون الاهداف دي اهداف فعلا راقيه، فيها رقي، زي ما انا قلت لك، زي مثلا ما قلت لك قبل كده، واحد هدفي ان انا ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني، هدفي ان والدي هما الاثنين تقر اعينهم باذن الله وهم شايفيني ناجح ومتفوق وفي مكانه عاليه، والناس تشير عليا تقول اهو فلان ابن فلان. تخيل كل الكلام ده بيكون كلام جيد جدا. اما طول ما انت ما عندكش هدف واضح فبتظل دايما حتى لو اشتغلت شويه انا متضايق، انا بشتغل ليه، انا مش عايز اشتغل. وتلاقي البنات بقى تسمع الجمله بتاعت البنات، الجمله الجميله، انا هتجوز واقعد في البيت. ايه يا ست، هو انت كل ما هتزهقي من الشغل شويه هتقولي اتجوز واقعد في البيت؟ طب سؤال، يعني هل انت فاكره ان انت لما هتتجوزي تقعدي في البيت هتبقى العمليه راحه؟ اسالي مامتك، اساليها كده، قولي لها تربيتكم عامله ايه، تقول لك صعبه جدا، دي مهمه شاقه جدا جدا، خاصه في العصر اللي احنا فيه ده. فلو انت فاكره انك هتهربي من حاجه انت حاسه انها تقيله لمهمه اسهل، لا يا جماعه. وانما انا دايما كنت بقول في قاعده مهمه لازم تعرفوها، ان ربنا سبحانه وتعالى عمال يحملنا مهام، كل مرحله انت عامل زي اللي ماشي في لعب، كل مرحله اتقل من اللي قبلها، مفيش مرحله يا جماعه اخف من اللي قبلها. المرحله الوحيده الخفيفه يعني ايام ما انت كنت طفل كانش هنا في حاجه بلح، اقصاك يوم ما تفكر وجبه سريلاك بتفكر فيها، عمرك ما هتفكر في اكتر ده. لو فكرت انت مش محتاج اصلا تفكر، لانك هتقول لها ماما 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 مام هتجيب لك ماما، خلص الكلام. اما دلوقتي انت في المرحله الصعبه مش عارف انت ما فيهاش رجوع. يعني عارف انت، انا لو سالتني يا عم انا عايز ارجع طفل صغير يا ريت، بس خلاص ما بقاش ينفع. دلوقتي انا تحملت رايه وهسلمها، كده كده هتسلم الرايه دي برضه، ما انت مش في المشقه دي على طول. ولذلك لازم يكون لك هدف، وانت رايح تسلم الرايه في الطريق ده اوعى تنسى تسيب اثر، واوعى تنسى تسيب اثر دي هتسيبه في نفوس الناس بكلمه طيبه او بعمل طيب. ولذلك انا بقولها لك، وانت بتخطو هذه الخطوات انت بتخطوها نحو ربنا سبحانه وتعالى، رايح لربنا، انت رايح لربنا، اوعى تكون فاكر حاجه ثانيه. فوانت رايح اوعى تنسى في المرحله دي تسيب اثر طيب، عشان زي ما قلت لك كده حين تذكر بعد ذلك يتقال والله رحم الله فلان كان وكان وكان. هي دي فعلا، هي دي رسالتك في الحياه. لو انت مش عارف هذا الاثر الطيب يا حبيب قلبي هو اللي هيدوم. وانما المرء حديث من بعده، فكون حديثا طيبا لمن وعى. انت حديث الناس اللي بعدك، الناس اللي بعدك تقعد تتكلم عليك، تقول والله الله يرحمه كان كويس، كان كذا كان كذا. ده اللي انت تعرف تعمله. لو انت مش مركز في الهدف ده انا بنصحك تاني، لا ركز وخد بالك، لان الحياه محتاجه منك كده على المستوى العام وليس على مستوى ثانويه عامه. لقيت طالب جميل بيقول لي انا بلعب هاند بول ومحترف وبسافر، بس لقيت نفسي ان انا ضايع في مواد كتيره لغايه دلوقتي ما بداتش فيها. اقدر الم الدنيا؟ تقدر يا استاذ، ما ناس كتير حذرتني هتسقط. ما انت لو انت ما خدتش الامتحانات هتسقط برضه، هيتكتب لك راسب، سواء قسمت السنه سواء دخلت الامتحانات، كل كده الحالات بيتكتب لك راسب. طب تعمل ايه؟ انت عايز تلم الدنيا، شوف لك مدرس ما بيشتغلش في الهنبقه، ما بيشتغلش محاضرات، ما بيشتغلش تجمعات، مدرس بسيط جدا. المدرس ده هتلاقيه في كل مدرسه لكل ماده، جيبه وقول له يا استاذ انا عايزك تلم لي الاساسيات. كل مدرس عارف الاساسيات بتاع كل مادته ايه اللي بتنجح الطالب واللي تخليه يعرف يلم درجات. فبالتالي خلي المدرس دوت في كل ماده يركز لك على النقط المهمه جدا اللي تنجحك بعد كده توصلك الدرجات. هتقول لي يا استاذ طب ما انا فات مني 6 7 شهور. الست 7 شهور المدرس الشاطر يقدر يلمهم لك في اسبوعين 3 بالكتير قوي، بعد كده تقدر تتدارك ولا يمكن تداركه في الفتره الجايه ان شاء الله. المهم اوعى تقول اسيب السنه، او اوعى تقول لي ان انا اللي فات خلاص انتهى. لا، اللي فات ما ماتش، اللي فات تقدر تعوضه ان شاء الله وتحييه بقوتك وذاتك، انت قدها. سواء كنت انت لاعب الهاند بول اللي لسه مكلمني او غيره، الكلام ليه بصفه خاصه وليكم كلكم بصفه عامه. ربنا يوفقكم ويسعدكم ان شاء الله.
افضل طريقه تفكير للنجاح في اي حاجه طريقه 100%. يعني ايه يا جويش؟ يعني لو هتذاكر ركز في اللحظه دي انك 100% هتذاكر، مفيش موبايل، مفيش سوشيال ميديا، مفيش تشتيت. لو هتتمرن في الجيم يبقى 100% تمرين، تركيز عالي ومجهود بجد، مش بنايم ضميري وخلاص واسمي رحت الجيم، لا بكمل التمرين للاخر وبعصر نفسي لحد ما اوصل للفشل العضلي عشان استفيد بجد. لو بعمل شغل او بيزنس او خدمه هعملها وانا مركز فيها 100%، عشان لو كل حاجه في وقتها اديتها هي وبس تركيزك فعلا 100%، يبقى 100% هتتطور و100% هتنجح. يا باشا هي كلمة لازم تبقى انت فاهمها. انا دايما كنت صاحب الكل، بس الدنيا دايما هتعلمني ان مش اي حد يكون صاحبي. بل وعاوز اقول نقطة كمان، مفيش حاجة اسمها صحاب، كله في الاول وفي الاخر بيبص لمصلحته. بس الناس هتقول طز في الناس وطز في رأيهم. انا بعمل وهعمل اللي على هواي، هشوف ايه اللي هيخليني مبسوط وهعمله، مش هفكر في حد. رأيهم ده ما يهمنيش في حاجة عشان افكر فيه. هتنجح يا صاحبي، وعهد الله هتنجح، والفترة دي هتعدي وهتبقى فل الفل، وهتفتكر كده الأيام دي وتقول يا جدعان بقى أنا الفترة اللي فاتت دي عديت بكل المواقف دي. هتنجح والله يا صاحبي، بس سيبها على الله واترك أمرك لربنا يا حبيب أخوك. أنت ما تعملش أي حاجة غير إنك تسيبها على الله وتترك أمرك لربنا، وربك هيحلها وهيفرجها من عنك. ما تشيلش هم يا حبيب أخوك، وسيب اللي يتكلم يتكلم، أصل اللي بيتكلم ده فاضي. فوالله هتنجح يا صاحبي، وهي فترة وبتعدي، ولازم كل الشباب يعدوا بيها. فتنحرر بقى وخلي عندك دم. خلي بالك بقى عشان احنا داخلين على الخواتيم، واهم حاجه في الخواتيم دي الارقام ركز فيها كده. يعني كام شهر كده، بتاع 4 شهور ولا حاجه او اقل، 4 شهور بالامتحانات ويبقى خلاص كده باي باي ثانويه. انت لما تيجي تتعامل مع الفترات الاخيره اللي هي سميناها الخواتيم، وكنا ذكرنا المثل بتاع سيدنا سعد بن معاذ، المقصود بيه ان انت ممكن تعمل في الوقت القليل ده كم كبير من المجهود اللي ربنا يبارك لك فيه، هتحصل نتيجة. ولكن خلي عندك شوية حرفية في بذل مجهودك، اللي هو نعمل بعقلنا أحسن ما نعمل بعضلاتنا. وعشان كده بأكد عليك جزئية مهمة، اللي هو حاول تقلص الوقت الضايع، عشان الوقت اللي انت هتستغله ده الرصيد اللي انت هتدخل بيه الامتحان. فبصيت بصراحة كده في سؤال مهم قوي قوي بيجي على ذهننا، وانا يا ترى لو بدأت اشتغل من فترة المراجعات دي او من دلوقتي لحد ما اخلص سنة، بس اشتغلت جد قوي يعني قوي، هل هتساوي يعني باللي قاعد دحيح من اول السنة؟ ما برضه استاذ، ما هو يعني حتى يبقى مش عادل يعني اللي انت بتسأل على السؤال ده عشان حماسك انت وشغلك. هفهمك الجزئيه دي، ولو قصدك مش عادل او عدل من وجهه نظرك انت من حكم ربنا على ان ده تعب من اول السنه وده ما تعبش، الاجر ده مش اجر دنيوي فقط، في اعتبارات تانية. وارد انك توصل لحاله تفوق زيه اكتر منه ولا مش وارد؟ لا وارد طبعا، طبعا وارد. استاذ ما كده يبقى انا خدت اكتر من حقي او خدت حق المفروض هو حقه هو، ما هو دحيح من اول السنه. بص، هو توزيع الارزاق دي بتاعت ربنا من ناحيه، من ناحيه تانية احنا اصلا عندنا في تعاليمنا الاسلاميه عارفين ان العبره بالايه؟ بالخواتيم. فممكن انت يا استاذ ربنا يرزقك بالفتح في فتره قليله. النبي عليه الصلاه والسلام نشر الدعوه في وقت قدره قد ايه؟ 23 سنه، منهم 10 سر. ف 23 سنه وقت كبير ولا قليل على انتشار الدعوه؟ قليل جدا. سيدنا نوح 750 سنه، وهات بقى التواريخ بتاعه الانبياء قبل كده، النبي عليه الصلاه والسلام الوقت ده قليل جدا. وقليل جدا بقى من وجهه نظرك عشان ال 23 سنه دول ايام زمان، عشان ينتقل من مكان لمكان ويقعد ايام وشهور، يعني سلم امورك كلها ايه؟ لله. فانت مطالب بالعمل. ونأكد على الحته دي، انت يا استاذ لازم يكون عندك صدق في عملك، عشان الصدق ده هو اللي يوصلك في الاخر. ما تكدبش على نفسك، تحسسش نفسك انك فعلا تمام. لا انت مش تمام. مين قال لك انك تمام؟ شفت غيرك؟ شفت اللي اعلى منك؟ شفت اللي اقل منك؟ انت ما بتتحركش اصلا، شخص ثابت مكانك، لا بتطلع ولا بترجع. فما تقنعش نفسك انك انسان ناجح، او ما تقنعش نفسك انك انسان تمام وزي الفل وما عندكش مشاكل. لا بالعكس، اختلي المشاكل عشان خاطر تنجح فيها. يقولها بصوت عال: لا زلت ولا زالت حظوظي قائمة، وزلت أؤمن بإمكانياتي الكبيرة. وخليك ذاكر، التغيير لا يبدأ عندما تصبح جاهزا، بل عندما تقرر ألا تبقى كما كنت.